السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، ويا رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا دايما في طاعة الله، ويا رب تكونوا ان انتوا لسه بتحاسبوا نفسكم قبل ما بتناموا عن اي حاجة انتوا بتعملوها، علشان لو في غفلة من غفلاتنا نلحق ان احنا نستغفر ربنا ان شاء الله باذن الله وربنا يغفر لنا. طبعا انا وحشتني الفيديوهات جدا، وحشتني القناة جدا. غصب عني عندي ظرف كده، ادعولي ربنا ييسر لي يا رب اموري وما يزعلنيش على حد غالي عندي يا رب، اللهم امين يا رب. انا اللي خلاني النهارده باذن الله اطلع الموبايل كده واعمل فيديو في كلام كتير كده انا سمعته وجاي اتناقش معاكم فيه. انا بصوا، انا لا طالعه اقول نصايح ولا طالعه اقول اعملي كذا ولا طالعه كذا، انا بتناقش معاكم في حاجه معينه انا سمعتها. قولوا لي هل انا عندي حق، او انا تفكيري صح، او انا تفكيري غلط. اول حاجه، عنوان الموضوع اللي انا عايزه اقوله يعني ازاي احنا في ناس كتير في الدنيا فاهمه ان معنى ان انت تبقي متدينه يعني انت بتبعد عن الحياه، ان في حاجات كتير في الحياه بتضيع منك. طيب ايه فاطمه اللي انت خلاكي تفكري في الحاجه دي؟ اقول لك انا يا ست الكل، احنا في دروس قرآن، مش دروس قرآن، دروس موعظة يعني وكده، في مكان ما بنحضرها وكده يعني. المهم معانا يعني مش اطفال، معانا بنات اللهم بارك، شابات وجميلة كده ما شاء الله عليها وكده. البنات دي بتحب الحلقة جدا وبتحب النصايح دي جدا ومقتنعة وربنا هداها. لك ان تتخيلي الحاجه، يعني هي مثلا بتلبس محجبه وكل حاجه، بس مش الحجاب الشرعي اللي ربنا قال عليه، تمام؟ لما جينا في اخر حلقه وقلنا عن الحجاب الشرعي وان احنا نتحجب وعشان كده حرام ومش عارفه ايه وكده، فكانت معظم الردود واحده، يا من الشابات يا من اهالي الشابات. وهو دي فعلا حاجه اللي هي تحسي يعني اصابتني كده بنغزه في قلبي شويه، تمام؟ ليه؟ لان احنا واحنا ماشيين في الشارع لو لقينا بنوته حلوه لابسه لبس شرعي، ساتره نفسها ساتره جسمها، تلقائي كده بندعي لها وبندعي لوالديها على تربيتهم وعلى النموذج المشرف اللي مطلعه. لكن لك ان تخيل ان الشابه نفسها اللي احنا قاعدين نقول نعمل ندوات ونعمل فيديوهات ونقول قصص ومش عارفه ايه، تبقى الشابه هي نفسها، لكن اهلها رافضين بحجه ان هي لسه ما اتجوزتش، بحجه ان هي لسه مش عارفه ايه. بتكلمش في نقاب، انا بتكلمش في نقاب. النقاب ده يعني مرتبه لو ربنا كتبها لنا يبقى احنا في مكان تاني خالص، تمام؟ انا بتكلم في اللبس المبدئي اللي هو الخمار، اللبس الفضفاض شويه كده يعني، ان بيبقى الرفض من الاهل. انا والله مش فاهمه ازاي، يعني انا مش فاهمه ازاي لا دنيا ينفع التفكير ده ولا اخره ينفع التفكير ده. ده البنوته لما تبقى محتشمه وتبقى لابسه لبس زي ما ربنا قال اسلامي شرعي، ده بيبقى خير ليها ولأهلها دنيا واخره الاتنين، فاهمني؟ يعني انا عايزه افهم مين قال في الدنيا ان الدين ده بعيد عن الحياه. فانا بحب الانشوده بتاعت لا تحسب ان الدين بعيدا عن حب وحياه. والله اسمعوها هاتوها كده في اليوتيوب، انشوده اسمها لا تحسب ان الدين بعيدا عن حب وحياه. والله العظيم فعلا يعني انا بفكر يعني انا اخدت كده شويه مع نفسي كده، وقفت وقلت ان انا عايزه افكر في الموضوع، عايزه احط نفسي يعني سيب انا مش فاطمه، تمام؟ انا مش فاطمه، انا مكان يعني انا مثلا لو بنتي كبرت وجت قالت لي انا عايزه البس الزي الشرعي، لو انا رفضت هتبقى يعني انا كأم ايه مبرراتي للرفض؟ ان ده هيحرمها من حاجات كتير وهي لسه صغيره. طب هيحرمها من ايه؟ انا عايزه اقولك اني والله العظيم 3 ان كل حاجه في طاعه ربنا ليها طعم تاني، ليها حلاوه تانية. مثال تمام؟ لما تبقى بنوته بتروح فرح
وطبعا البنوتات الحماس يعني وكيله وكيح يرقصوا ويعملوا كده. تمام. اما تبقى بنوته في فرح بتجامل صاحبتها وبترقص معاها رقص على خفيف كده. تمام. لما بترجع البيت دي من جواها في خير، لان احنا اصلا مولودين على فطره الاسلام، فطره في جوانا غصب عننا. تمام. والله العظيم انها اقسم بحق لا اله الا الله، واي بنوته بتشوف الفيديو ده تنزل تقول لي انا كلامي صح ولا انا بافور. تمام. ان البنت دي اللي بتعمل معصيه وبتروح ترقص، هي بترقص وبتزقطط والدنيا مش ومحدش ضامن عمره وادينا بنفرح وكده. اني اقسم بالله البنت دي لما بترجع بيتها بتحط راسها على مخدتها انها نفسها بتعذبها، وبتبقى تحس ان بصوا فجأة كده يعني هي خارجة من رقص ومن اغاني وكده وقشطة وكده، بس فجأة كده بتحس نفسها لا انا متضايقة. انا ليه متضايقة؟ هي متبقاش عارفة السبب، السبب في المعصية، السبب في الفعل اللي احنا عاملينه وكنا فاكرين ان هو بيبسطنا. تمام. ده اول مراتب الحب، حب الله لينا. والله اول مرتبه الحب حب الله لينا. انت في الدين مأموره انك تحبي نفسك. تخيلي بقى الكلام اللي بيطلع بقى يقول لك حبي نفسك وحبي مش عارفه عشان الدنيا تحبك والكلام ده كله. انت عارفه ان ده اصلا كلام شرعي، ان انت لازم تحبي نفسك. انت عارفه ان ربنا ممكن يتهاون في حقه وما يتهاونش في حقك، يعني يتهاون ان انت ظلمتي يعني كل يعني هو ربنا احنا مش هنفيده بحاجه ولا هنضره بحاجه سبحانه وتعالى ان احنا ممكن نعمل معصيه مثلا. لا، ده ربنا بيزعل مننا عشان احنا بنزعل نفسنا، عشان احنا بنيجي عليها، عشان احنا بنعملها معصيه. تمام. انت يا ستي على اقل حاجه، انت لو معاكي فلوس ونفسك في حاجه حرمتي نفسك منها ربنا بيزعل منك. تخيلي انت ربنا بيحبك ازاي. تمام. يعني انا والله عايزه اقول لك حاجه، اني انا ساعات كتير لما بسمع ان حد مات او في حد توفى الله، سواء كان صغير او كبير، بس بتيجي معايا على الصغيرين اكتر بصراحه. في حد مات اقول انا لله وانا اليه راجعون، وبقعد مع نفسي كده خمسه كده افكر يا الله هل الراجل ده عمل في دنيته اللي يخليه يأهله للحياه دي هتبقى ايه بالظبط؟ فاهمين؟ يعني انا واحده من الناس شايفه، يعني انا اول ما التزمت بالزي الشرعي، انا معلش انا الفيديو ده مش بس عن الزي الشرعي، لا انا والله الفيديو ده يعني انا بقول لكم كمثال ممكن لمسينه في حياتنا، وخاصه في التبرج اللي احنا بقينا شايفينه وبقي ملحوظ جدا 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 الايام دي، بحجه ان البنت بتعيش سنها والبنت بتفرح والبنت والكلام ده كله. تمام. طيب تعالي كده صلي ال5 صلوات، قولي اذكارك، اقري وردك، طيعي لو انت مش متجوزه طيعي بري امك وابوكي، لو انت متجوزه طيعي زوجك. تمام. تعالي نامي في اخر اليوم، لو عندك اولاد اتقي الله فيهم وعرفيهم، كل ما اليوم ما يعديش من عليكي الا انت يا بتعلميهم معلومه دينيه ترسخيها فيهم، يعني انت بتاكدي عليها. تمام. شوف انت عامله كل جوانب حياتك، طبعا مع سعادتك، مع انبساطك، مع نفسيتك، مع القعده الخاصه بيكي، مع النص ساعه اللي بتقعديها مع نفسك، مع كل الحاجات دي كده. شوفي وانت نايمه انت بتبقي ازاي، بتبقي قلبك ونفسك وحياتك مطمنه ازاي. شوفي لما تخلصي صلواتك في وقتها ازاي بتبقي حاسه ان اليوم فيه بركه، بتبقي حاسه ان اليوم جميل، بتبقي حاسه ان الحياه فيها طاقه ايجابيه رهيبه. تمام. طيب تعالي يوم تاني ما تصليش او اخر الصلوات، اتخانقي مع جوزك، يعني لما تيجي جوزك مثلا يقول لك حاجه، شيلي بقى موضوع طاعه الزوج من ودانك وشيلي كل ده، بس خليكي في حته ان هو قال لي فانا اقول له بس. تمام. عيالك تعبوكي بقى ودوشوكي وكده، شغلي اديهم الموبايل يمسكوا، يفتح يوتيوب، يفتح تيك توك،
اليوم خلص الحمد لله، يلا ننام، احنا عشنا اليوم كله لنفسنا. يعني انت زوجك زي ما قالك رديتي عليه الند بالند، فانت خدتي حقك. المفروض الصلوات اذنت، انت قمتي لما حسيتي نفسك قادره تقومي، ما جيتيش عليها. حلو. ايه تاني؟ ما قريتيش، مش قادره تقري القران، ما قريتيش قران، معلش. هو يعني كل يوم هنقرا؟ معلش. تمام. تعالي شوفك حالك، شوفي حالك اخر اليوم ده، وشوفي حالك وحال قلبك. انا بتكلم على حال قلبك. تمام. تصالحك مع الدنيا، شوفيه وانتي نايمه عامله واجباتك الدينيه والحياتيه والاجتماعيه وكل حاجه. والله العظيم والله العظيم ان الشيطان هو اللي بيفسد علينا حياتنا، وحق لا اله الا الله. والله العظيم احنا الدين ده مرتبط عندنا بالسعاده. اوعي تاخدي في حياتك ان انت لما تبصي لربنا وتبصي للدين وتبصي لحياتك ان انت كده بتضغطي نفسك لا خلاص انا اصلا ما ينفعش اعمل كده عشان ربنا ومش عارفه ايه. لا، انا مش عايزاك اي مسلمه وخلاص، انا عايزه عايزاك مسلمه قويه. انا عايزه واحده تقول ويعني انا زوجي قال لي كلمه انا هصبر، ويعني هو انا اي حد؟ ده انا حفيده عائشه، ده انا مش معنى ان هو قال لك كلمه فانت لازم ترديها هنا القوه. لا، القوه في حاجه تانية. القوه في ان انا يا رب مش هرد ومش مش هقول له نفس الكلمه، مش هضايقه زي ما ضايقني، عشان انا يا رب كظمت غيظي، مسكت نفسي، امتثال لاوامرك بس. انا يا رب عملت كده ليك، لطاعتك بس. زعلتي قوي، اتعصبتي قوي، استغفري. عايزاكي تعيشي في حته كده، حطي دماغك في حته. الدنيا انا الدنيا دي ممكن اخليها دار ابتلاء ليا بالنسبه لي، ممكن اخليها دار سعاده. ازاي؟ انت عارفه انت هتموتي امتى؟ مكتوب لك، جاي لك في ورقه كده، انت عمرك هيخلص في اليوم الكذا الساعه كذا. لا. طب نعيش قلقانين ليه؟ انت قولي لنفسك انا اعيش لنفسي قلقانه ليه؟ طب ما انا اعمل اللي عليا دينيا، افهم ديني صح، افهم شريعتي صح، عقيدتي صح، فلما اتعامل بفهم صح. يعني مثلا انا منتقبه، تمام. في ناس كتير رأيها ان النقاب مش فرض، تمام. فعلا في ناس تيجي تقولك لا ازاي النقاب فرض، النقاب مش عارفه ايه، النقاب ايه. هو فضل وربنا اللي انعم عليه بالفضل ده، والله العظيم في سعاده كده في حياته غريبه، تمام. طب اللي ما انعمش عليها لسه ربك مش كاتبها. اهم حاجه انك عامله اساسيات، ما بتخرجيش بنطلون محزق، ما بتلبسيش طرحه ورقبتك باينه، يعني اسفه، ما بتلبسيش حاجه كده ضيق عند الصدر كده وعند بطنك لا، انت ماشيه مرتاحه، انت مستوره من كل النواحي. فلو مثلا عربيه خبطتك ولا حاجه، لا، انا ميت على ديني، ميت على اوامر ربي. فاهمين؟ يعني انا لما يجي حد مثلا يقول لي والله العظيم الواحد خايف هيموت، يخاف يموت، مش عارفه ايه والكلام ده كله، طبعا احنا كلنا ذنوب، ونسال من ربنا ان هو يرزقنا حسن الخاتمه ويرزقنا التوبه النصوحه، تمام. بس انا على الاقل يعني والله العظيم يعني الحمد لله على كل شيء. يعني ما دام انت راضيه ربك، تصلي فروضك، حافظه جوزك، بره امك وابيكي، حتى بعد الجواز، قبل الجواز، طول يوم ما فيش يوم يعدي عليك الا لما انت بتغرزي عاده ايمانيه جديده في ولادك، فكل ده هيبقى صدقه جاريه عليكي لما تموتي. فاهم؟ فيا اهلا بالموت في اي وقت، يا اهلا باي حاجه من عند ربنا في اي وقت. ما انا تمام. يعني انت عامله اللي عليكي، وسيب الدنيا تمشي زي ما هي. عارفه دي فكروا فيها 5 دقايق تحس ان هي دماغ كبيره، مش اي حاجه. وبصي ما تلزميش نفسك، يعني مش قصدي ما تلزميش نفسك،
يعني انا ما انصحش اي حد ان هو يجي مثلا بادئ في الطريق جديد يسمع لشيوخ كبيره شويه. يعني ايه شيوخ كبيره؟ في شيوخ متحيزه شويه، شديده شويه. الشيوخ دي مش وحشه، بس عايزه حد بيكون ايه، بادئ مثلا من السينما الثالثه، يعني مش بادئ من اول سلم، عشان مش هو اعمل كذا لازم تعمل كذا، مش لا، خديها تدريج، خديها تدريج. والله العظيم ما هتوصلي لها بقلبك الا ما تاخديها بحب. خدي سلم الحب الاول. وتحبي مين؟ حبي نفسك، عفي نفسك، حبي نفسك اولا. اوعي حد يضحك عليك ويقول لك ان انت لو اتدينتي او مش عارفه ايه فانت بقيتي فيها ست الشيخه فهتبعدي عن الحياه. فاحنا طب لو خرجنا مع اصحابنا وانت منتقبه هتاكلي ازاي؟ طب لو انت لابسه خمار وخرجتي مع اصحابك ازاي لابسين مش عارفه ايه، فانت كده هتبصي لهم فهتستقلي بنفسك كل الكلام ده غلط، ده كله كلام شيطان، ده كله كلام شيطان. والله العظيم 3 امشي كده راضيه ربك، صلي فروضك وردك وقرانك، بتثقفي نفسك حياة جديدة، سواء في كتب قرآن، كتب عقيدة، كتب شريعة، كتب تفسير. بتثقفي نفسك كل يوم، بتاخدي حاجة جديدة، ماشية في رحلة حفظ القرآن بتاعتك، ما بتظلميش نفسك. تمام، والله العظيم أسد ماشي، أسد، ولا يهزك أي حد ولا يهمك أي حد. وإن حد قالك ان التدين يبعدك عن الحياة، قولي له التدين هو الحياة، التدين هو الحياة. مش خايفة اموت في اي وقت اصلا انا ما صليتش، مش خايفة اموت في اي وقت اصلا انا لسه ظالمة حد. طب انا خايفة اموت وعيالي، طيب انا لو مت عيالي، طيب ما انت عيالك ازرعي، اعمل حساب يوم زي ده. لو حد حن عليهم هياكلهم ويشربهم ويطبطب عليهم. محدش هيفكر انا عايز احط ايه في مخهم، محدش هيفكر انا عايز ازرع ايه في مخهم، عشان لما يطلع هيبقوا صدقه جاريه ليا ولا هيبقوا سيئه جاريه ليا. كلام الدين وكلام ربنا وكلام القرآن هيسندهم ولا هيضيعوا. هبقى خايفة على ابني، انا لو مت خايفة ابني يصاحب صديق سوء يمشيه في حتة. مفيش ام بقى، مفيش ام ساعتها. ابنك او بنتك لو قلات الادب، مش يعني لو مش متربيين صح، لا، انا مفيش حد بيتحمل عيال حد. انا ما طول ما هو مؤدب ومحترم على راسي من فوق، قل ادبه ننفر منه. ما هو مش امه. مين انت هيتحمل عيال مش عياله ويتحمل قله ادبه؟ انت متحملهم عشان هم عيالك. انت كل ده محتاجه تفكري فيه قبل ما تبني بيتك في الدنيا، ابنيه في الاخره. وانا في اول فيديو عملته في القناه قلتلك عن الراجل اللي كل يوم يفتح قبره ويقرا فيه قرآن ويكنس ويرشه ويقعد فيه شويه بيفكر انا محتاج كرسي هنا فهقرا سوره البقره عشان ربنا لما اموت الاقي قبر حلو انوره، ضلمه هقعد اقرا قرآن عشان يجي الشخص اللي ينور لي وشه منور ينور لي ويكون هو صديقي وونيسي في قبري. مش عايزين نعيش هباء، مش عايزين نسمع كلام من اخوات الشياطين واصحاب الشياطين واحنا تمام نمشي وراه. لا والله، تمشي مسلمة قوية صح. واللي يقولك الدين بعيد عن حياته قولي له الدين هو الحياة. واللي يقولك انت ضعيفة مش هتقدر يقول لا والله ده انا حفيدة عائشة. انا عايزاكي قوية صح، عايزاكي مسلمة صح. مش عايزين نمشي في الدنيا مختصين بنفسنا، لا، ده احنا قدوة لغيرنا. قبل ما تعمل اي فعل خليكي قدوة، خليكي قدوة. لو حطيتي نفسك قدام النظرة دي اني انا قدوة، والله العظيم هتمشي تحاسبي نفسك قبل ما غيرك يحاسبك وقبل ما ربك يحاسبك. مش عايزه اطول عليك الفيديو، بس انا بسمع حاجات بتضايقني، انا بسمع حاجات مش صح، حاجات عايزه تشوش مخنا، حاجات عايزه تلعب في دماغ بناتنا وولادنا الشباب اللي طالعين للدنيا. انا عايزه يبقى تفكيرنا صح، يبقى شرعتنا صح. يا حبيبتي لو في حاجه في الدين انت متحيره فيها اليوتيوب ما خلاش، اكتب اسم شيخ معين انت بتحبيه او بتثقي في كلامه واكتب السؤال بتاعك او الاستفسار عن حاجه معينه. ما تسيبيش نفسك، بتسيبي نفسك ليه الناس زيك بتكلمك؟ ما تشوفي ناس عندها خبره،
ما تشوفي ناس عندها صالحين، ناس عندها دين. وطبعا اخر حاجه خالص هوصيكم بالصحبه الصالحه، دوري عليها والزقي فيها. مش هقولك لو لقيتي حد صحبه صالحه، لا ده انت ما تسيبيش نفسك تلاقي، انت دوري على الصحبه الصالحه والزقي فيها، عشان هي اللي هتطلعك. طب ما لقيتش على وضعك، خليك انت الصحبه الصالحه، خليك انت اللي الناس بتدور عليكي. اما تعرفي على حد وتصاحبي حد، الو رن عليا في صلاه الفجر ورن عليك في صلاه الفجر، صحي بعض ونصلي. الو هتصومي بكره الاثنين، مش قادره والله مش عارفه، لا ده ربنا بيعين. هو احنا بنعمل حاجه بايدنا؟ والله لولا الله، والله لولا ربنا بيقوينا في حياتنا ما مكسحين قاعدين ما نقدرش. عايزه في الفيديو برضو في كلام كتير قوي جوايا عايزه اقوله. بضايق قوي من اي حد بيشوه صوره الدين بطريقه غير مباشره، بضايق قوي من حد بيحس ان الدين منقبه، يا عيني ده هي بعيد عن الحياه وبعيد عن الدنيا وبعيد عن مش عارفه ايه. ببقى عايزه ابص اخنق كده. بتضايق جدا ان شابه جميله لابسه خمار، ايه لو كنت لابسه طرحه تبقي احلى، طب حته روج، طب حته كحل، طب حته. بتضايق قوي، بغير على ديني بصراحه. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب يكون كلامي مش تقيل عليكم، ويا رب اشوفكم على خير، ودايما دايما دايما صحبه صالحه وفي طاعه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.